تمكن الأهلي من التفوق بثنائية دون رد على حساب الداخلية مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور 16 من كأس مصر لموسم من 2022 إلى 2023. لعبت المواجهة بين الأهلي والداخلية في دور 16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023، وذلك على ملعب الكلية الحربية. أهدر التونسي علي معلول في الدقيقة 17 ركلة جزاء من خلال تصويبها على القائم الأيسر للحارس محمد مجدي. وفي الدقيقة 29 صوب مروان عطية تصويبة صاروخية تصدى لها الحارس محمد مجدي ببراعة. جاء هدف المباراة الأول عن طريق بيرسي تاو الذي استغل تمريرة محمد مجدي قفش ووضع الكرة بلمسة سحرية في شباك الداخلية في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لمصلحة الأهلي. وفي الدقيقة 92 سجل محمد مجدي قفش بالقدم اليمنى ثاني أهداف الأهلي في شباك الداخلية من تصويبة ذكية سكنت شباك الحارس محمد مجدي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة. وكان الأهلي تأهل إلى دور 8 النهائي بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد، بينما فريق الداخلية استطاع عبور أسوان بركلات الترجيح بنتيجة من 4-3. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المصري في دور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.